هلو، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا معايا النهارده هنجهز مع بعض، وانا نازله اول ديت ليا، بس مش هنزله لوحدي، هنزله معاكم. هاخدكم معايا في كل مكان هروحه، وهوريكم هلبس ايه، وتختاروا معايا هل الحاجات دي فعلا حلوه ولا لا. هوريكم دلوقتي انا هلبس ايه وانهي اوبشن، تقولوا لي تحت في الكومنتس انهي واحد احسن. هوريكم دوت كده الفيرست اوبشن، دريس لونه احمر، بيبقى نازل كده كلوش، شكله عسول قوي. تاني حاجه عندي دريس ده بحبه قوي برضو، ليه حزام كده في النص، بلبس عليه خمار اللون ده. طيب هوريكم تالت اوبشن، هو برضو ساده، بس لونه ازرق، وده برضو ليه حزام بينزل كده، بيكون كلوش، شكله عسول قوي. تفتكروا انهي واحد فيهم احسن وهلبس انهي واحد فيهم؟ تعالوا نشوف، هرجع لكم تاني. انا لبست الدريس الاحمر، مش عارفه شكله حلو ولا لا، قولوا لي في الكومنتس. دلوقتي هوريكم الاكسسوارز اللي انا هلبسها. هلبس دي، وهلبس الخواتم دي. بصوا، ده خاتم دهب، بس ده اول خاتم انا عرفت اجيبه بعد اول شغل ليا، فبحبه جدا، مش بحب اقلعه خالص، لان هو بالنسبه لي كده زي حاجه انا عملتها لنفسي، عارفين. هلبس ده لونه احمر، وهلبس ده هنا فضه. بحب قوي الخواتم اللي شكلها كده. بس قولوا لي ايه رايكم، يا رب كده يكون الطقم عجبكم. انا فعلا نازله ديت النهارده، بس نازله ديت مع نفسي. اكتر شخص تقريبا انا بحبه، اكتر شخص بحس ان هو لازم يبقى كويس، ولازم تبقى نفسيته كويسه، ولازم يبقى عنده طاقه عشان يكمل. فمفيش مشكله ان احنا نخرجه ونفسحه ونجيب له حاجه حلوه، ونعمله الحاجات اللي هو بيحبها. ودي حاجه مهمه جدا جدا، وحاسه اني محتاجه الفتره الجايه اتكلم معاكم كتير عن ازاي تخرجوا لوحدكم، ازاي تنزلوا ديت مع نفسكم، ازاي تفصلوا عن الدنيا كلها، وتبقى انتوا بس ونفسكم اللي تعرفوا تخططوا لمستقبلكم، وهكذا. مهم قوي ان انت تحبي نفسك، مهم قوي ان انت ما تخليش حياتك مرتبطه بشخص، لا مثلا لا اختك لا صاحبتك، لو هما مثلا مش موجودين في حياتك تدخلي في دور اكتئاب او هكذا. لا، مهم قوي ان انت تكوني بتعرفي تخرجي نفسك وتبسطي نفسك وتعملي حاجات حلوه لنفسك. فالنهارده هاخدكم معايا كده as a small vlog، وهوريكم حاجات بسيطه انا بحب اعملها وانا بره عشان افصل. مبدئيا انا بجهز شنطتي في اليوم اللي بخرج بيه مع نفسي ده، بعد ضغط مثلا او اكتئاب او فتره انا مريت بيها مش لطيفه. مفيش مشكله ناخد وقتنا كده في الايه، في الزعل والحزن والاكتئاب والحاجات دي حاجه عاديه. بس الفكره ان احنا بعدها على طول خلاص بقى، يعني ستوب، يعني لازم بقى نشحن تاني طاقتنا، ونبدا ان احنا بقى خلاص يعني نرجع لحياتنا الطبيعيه. فبعمل ايه هوريكم. بصوا، مبدئيا دي شنطتي الكيوت جدا، لسه اول مره البسها النهارده. بصوا، انا باخد فيها دايما النوت بوك بتاعتي، ودي اللي بكتب فيها جواها، بتكون متقسمه زي ما انتم شايفين كده. بتكون متقسمه لحاجات معينه وبلانز انا حطاها جوه، فبكتب بيها فيها الحاجات اللي بتكون مضايقاني الفتره اللي فاتت، وانا ناويه اغيرها ازاي، وناويه اعمل ايه بعد كده، فاهميني. فدي مهمه قوي علشان اقدر اكتب جواها وانا بره ايه الحاجات اللي انا عايزاها بالظبط. تاني حاجه بتكون معايا البنسل كيس، ثانيه واحده اهي. دي البنسل كيس بتاعتي، جواها كل الاقلام واي حاجه انا محتاجاها عشان استخدمها في الكتابه، بتكون موجوده هنا جوه، وبحطها جوه الشنطه. وبعد كده معايا طبعا محفظتي وميتي، ومعايا الايربودز بتاعتي عشان اسمع بقى حاجه وانا قاعده بره، واتفرج على موفي او ايا كان وانا قاعده بره، ما اكونش زهقانه وانا لوحدي، وبقضي يوم لطيف قوي مع نفسي. والله يا جماعه مهم قوي قوي ان انتوا تحبوا نفسكم، يعني عارفين، اول ما تحبي نفسك وتعرفي تبسطيها وتعرفي تحققي حاجات وتنجحي وانت لوحدك، هتعرفي تنجحي مع اي شخص. لو ارتبطتي بيه ولو اتخطبتي او اتجوزتي، هتفضلي ناجحه زي ما انتي، مش هتفضل حياتك مرتبطه بشخص معين، فاهميني. في نفس الوقت لو انتي، كلنا بننشغل، صحابنا بنشغلوا، اخواتنا، اهلنا، كل واحد بيبقى فينا عنده حياته، مش كلنا فاضيين لبعض. فمهم قوي ان انتي تعرفي تخرجي لوحدك وتنبسطي، ما تكسفيش وانتي رايحه تاكلي في مطعم لوحدك او ايا كان. اوكي، يعني هتدخلي تقعدي على ترابيزه جميله قوي، هتطلبي اكل، هتبداي ان انتي تاكلي، الموضوع بسيط قوي. البسي وتشيكي وخلي شكلك زي القمر، خدي معاكي حاجات تسليكي وانتي بره، واخرجي خروجه محترمه، واشتري لنفسك حاجات حلوه، بس ما تصرفيش كتير قوي عشان مش مسؤوله عن الموضوع ده. بس تعالوا بقى معايا وانا بره. هنا كنت خلاص وصلت المطعم، وكنت قاعدة مستنية الاوردر بتاعي عشان يجهز. هنا كان خلاص اخيرا وصل، كنت مبسوطة اوي، بس كنت جعانة جدا. كان طعمه لذيذ اوي.
انا كنت بصور لكم وانا قاعده برضو. بصوا عايزاكم تكونوا مبسوطين وانتوا قاعدين برا. وبعد كده خرجت بعد ما خلصت اتمشيت شويه، كان الشارع لطيف وكان فيه هوا عسول جدا. جبت معايا مشروبي المفضل، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. باي.